اتفضل. معلش لان انا سمعت يعني تفسير من الحقيقه من المستشار مرتضى منصور. تمام. قال انه في تفسير الماده دي، وكان هو لقاء خاص ما كانش يعني حاجه مذاعه، قال انه يا جماعه الماده 146 بتقول الائتلاف الحائز على الاغلبيه. نعم. يعني لازم يكون هذا الائتلاف حاز الاغلبيه، مش شكلها داخل البرلمان، يعني مش دخل وبعدين لم المستقلين وقال انا ائتلاف. صح. ده يكون حاز قبل ما يدخل البرلمان عبر هذا التصويت. هذا الحديث حديث قانوني محترم، لكنه مردود عليه بالآتي: إن الذين يميلون إلى القول بأن الائتلاف لابد أن يكون قد ثبتت له حيازة الأكثرية قبل انعقاد البرلمان، يرد عليهم بأن قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية لم تجز ولم تنص على أن يكون هناك ما يسمى تسجيل ائتلافات بتخوض العملية الانتخابية باعتبارها ائتلافات. العملية الانتخابية تمت بنظام المقاعد الفردية والقوائم. والمقاعد الفردية أو القوائم يجوز أن ترد عليها المنافسة بصفة المستقلين أو بصفة المنتمين للأحزاب، لكنه لم ينظم في أثناء العملية الانتخابية مسألة أن هناك ائتلاف يعلن عن نفسه من الأول، يقول أنا ائتلاف ألف وبخوض العملية الانتخابية منذ البداية تحت وصف الائتلاف. تمام. لكن القاعدة اللي عندي وهي القاعدة الواجبة التطبيق فقها وقضاء أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وما دام أن النص قد ورد مطلقا بغير مقيد فهو يبقى على إطلاقه. هو النص هنا احنا عارضينه الناس على الشاشة بحيث الناس تبقى ايه برضو عارفة احنا بنتابع ايه من الدستور. يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب إلى آخر هذه المادة. يبقى إذن هذا النص الذي لم يلتفت إليه البعض كرس إلى أن الحياة السياسية ليس مستغربا أن يكون فيها ما يسمى ائتلاف. تمام. ولما بقول أطلق النص يستوي أن يكون هذا الائتلاف بين أحزاب أو مشكل من مستقلين أو يجمع بين هذا وذاك. يعني ده ائتلاف قانوني 100% وفق الدستور، والهجوم عليه يصحبه هوى سياسي. صدام مشروع. بس بهوى سياسي. لسبب، لأن من الطبيعي أن هذا الائتلاف الناشئ لما أعلن عن نفسه هدد عرش الحزب الذي كانت تراوده أمال أن يكون حزب الأكثرية وفق النص المدني المستقرين وحزب المصريين الأحرار. 2 أنه حزب المصريين الأحرار خد حاجة و60 مقعد مثلا، فكان هو عايز ينطبق عليه هذه الشرط، فلما تشكل ائتلاف قطع الطريق على المصريين الأحرار. وده في المنافسة السياسية مشروع. طب 2 هو ربما استدعى من الذاكرة تجربة قريبة من الناحية الزمنية وهي تجربة الحزب الوطني. لكن أنا دائما أبدا بطرح تساؤل عشان ننظر المسألة بتجرد: هو هل التخوف أو المشكلة التي كانت في الحزب الوطني حينما كان موجودا أنه حزب أغلبية؟ يعني هل المشكلة أن يكون في مصر يكونوا أغلبية ولا في ممارسات ولا في طريقة حصوله على الأغلبية؟ صحيح. لا، المشكلة ليس أن يكون هناك حزب للأغلبية، لأن شكل الممارسة البرلمانية التي عرفها البشر حتى الآن ربما يأتي شيء جديد في المستقبل يتفتق إليه الذهن البشري، أنه لابد أن يكون هناك حزب أو تنظيم حائز على الأغلبية، لأن وجود هذه الأغلبية في الممارسة السياسية تعد من الضمانات اللازمة لاستقرار الدولة. بس برضه هو عشان الائتلاف الحقيقة أقدم على عدد من الممارسات استفزت الأحزاب، منها مثلا إن هو كان عامل استمارة بيفرض فيها على النائب اللي هينضم للائتلاف أن يتجرد من صفته الحزبية، وبالتالي هم يعني الأحزاب شافت نفسها إن يعني بدأ وكأن الصفة الحزبية دي سبة مش مع دعم الدولة. ولما تبقى حزبي معناه ان انت ما بتدعمش الدولة. لا، انا اقول لحضرتك، انا بصراحة انا قلت عشان كده قلت ان السهام من الانتقادات التي وجهت للائتلاف الناشئ ايا كان هو ايه كانت سهام غير مبرئة